ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. اول حاجه بقى ما ننساش نصلي على النبي كتير، وتاني حاجه تترحموا على جدتي، ربنا يا رب يرحمها ويرحم اموات المسلمين اجمعين، وعيد مبارك عليكم باذن الله. كل سنه وانتم طيبين كلكم. بصوا بقى، طبعا انا بقالي كتير قوي مش بنزل فيديوهات، بس يعني كان غصب عني اكيد. فاول بقى ما تشوفوا الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك، لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تشتركوا كده. وتعالوا بقى نشوف. انا الفيديو ده عامله لكم حاجتين هنشوف هنا. بص تعالوا بس الاول حاجه نشوفها كده عملنا ايه. جبنا صواني، حطينا فيها سمنه وليا، وبعد ما ساحت حطينا فيها الكفته زي ما انتوا شايفين كده. دي كفته يا جماعه، انا مبهراها ملح وفلفل وسبع بهارات وكزبره وبصله مبشوره وبس كده. شوحناهم كده في صينيه، هي اللهم صل على سيدنا محمد. الكفته مع السجق اللي هو البلدي ده، اللحمه، حلو كده. وهنا كمان معانا كبده. ماما بدات اول حاجه لازم تشيلي الطبقه اللي بتكون على الكبده دي يا جماعه، عشان غلط خالص. لازم تشيليها كده زي ما انتم شايفين، بتتشال بكل سهوله على فكره، ما فيهاش صعوبيه يعني. بصوا ماما شالتها كده على طول، لان دي طبعا مش بتكون حلوه خالص خالص خالص، فبقعد تسيبيها يعني. المهم هتبدأي بقى تقطعيها شرايح مكعبات زي ما انت بتحبي. ده يا جماعة كان فطار يوم عرفة. احنا فطرنا الفطار ده. وتعالوا كمان هنشوف عملنا فطار العيد الصبح ايه. بس تعالوا نشوف اول حاجة ده. هنا برضو معايا كلاوي، ماما بدأت ان هي تقطعها. طبعا الحاجة بسم الله ما شاء الله طبعا صبحة، لان كل بقى الجزارين دابحين والحاجات دي كلها، فكل حاجة صبحة. هنا الصينية زي ما قلت لكم كان فيها سمنة وليا. ماما حطت القلب والكلاوي الاول، وبعدين شوحتهم كده زي ما انتم شايفين. واول ما نزلوا سوائل وشربوها، ما فيش دلوقتي غير ايه؟ المادة الدهنية. هتبدأي ان انت تحطي الكبدة بتاعتك اللي انت مقطعاها زي ما انتم شايفين. واول ما بتحطي الكبدة مش بتقلبيها على طول، ماشي كده. تعالوا كمان نبهر. على فكرة الكفتة والسجق كنا حاطينهم في الفرن، ماشي كده. وهنبهر هنا الكبدة والحاجة، ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة، حلو كده اهو. وده كمان الملح، وتشوحي بقى كله مع بعضه. وعايزه اقول لكم الريحه كانت تحفه. ويا جماعه بالله عليكم بالله عليكم، اللي يشوف الفيديو ما ينساش يحط اللايك، عشان احنا اصلا بقالنا كتير قوي ما بننزلش. وعايزه اقول لكم القناه وقعت واقعه ما يعلم بها الا ربنا يعني. فايه شجعونا كده وحطوا لايك. هنا بقى معايا فلفل الوان مع توم، فصوص كده من التوم مقطعينها طرنشات. وبعد كده هتشوحي كله لغايه لما تشمي ريحه التوم القمر الجميله دي. عايزه اقول لكم صينيه كانت تفتح النفس، صينيتين. عايزه اقول لكم مشبعه وجميله جدا جدا. طعمها كان حلو قوي. وكل سنه وانتم طيبين. بص ممكن تعمليها تحطي بقى فيها اللي انت بتحبيه، او زي ما انت عايزه تحطي بصل حطي. هنا بقى كنا مطلعين ترشي، والاكل حلو كده حلو. بص بقى هنا بقى كانت معايا حله على النار، ده اللي هو الفطار ايه بتاع اول يوم العيد. ومعايا هنا بقى لحمه. اللحمه دي كانت كنا جايبينها مثلا نقول يوم الخميس، وكنا حاطينها في الفريزر حلو كده، فطبعا مجمده. فاول ما هتحطي كده اللحمه بتاعتك، تحطيها كده في الميه وهتسيبيها، مش هتحطي اي حاجه. بس هنحط ايه بقى مع اللحمه؟ عايزين شويه شوربه دسمين وحلوين. هنحط ايه؟ هنحط هنا معايا يا جماعه ماسوره. طبعا بقى الجزارين كلها عندهم مواسير قد كده، فالماسوره دي بتعمل لك شوربه جميله جدا ودسمه وحلوه، وطعمها لذيذ قوي. هنا هنحط اللحمه مع الماسوره، واول ما يغلو وتبدا ان هي تطلع ريم، هتشيلي كل الريم اللي في الايه، اللي في الميه، لان احنا عايزين شوربه صافيه وتكون دسمه وحلوه كده زي ما انتم شايفين. هديها تقليبه، وبعد كده بقى هحط لها اللي انا عايزه احطه لها، حلو كده. اللي هو ايه بقى؟ هحط اهو زي ما انتم شايفين بصلايه، وهحط كمان طماطمايه، حلو كده اه زي ما انتم شايفين. وهحط بقى البهارات اللي انتوا طبعا بتحبوها، اللي هي بقى ايه. انا هحط ورق لورا، وهحط قرفة، وهحط ليمون لومي، وحبهان، رشة صغيرة من الفلفل الأسود. طبعا بهارات الشوربة اللي انتوا عارفينها واللي انتوا بتحبوها وبتحبوا طعم اللحمة منها، يعني انتوا بتحبوا تحطوا البهارات اللي انتوا بتحبوها اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا الملح مش بحط للحمه الملح في اولها، بتسيبيها خلاص هي دخلت على السوا خلاص هتستوي، بتبداي ان انت ايه تحطي الملح. تعالوا بقى نعمل التسبيكه بتاعه الفته.
بصوا بقى، هتجيبي كده حله زي ما انتم شايفين تكون ايه متنضفه كده وجميله وزي الفل. معايا بقى هنا سمنه بلدي، فتحنا البطرمانات. طبعا انا ما نزلتلكوش اي فيديوهات بتاعه مشتريات، بس عايزه اقول لكم انا عندي كميه فيديوهات كتير جدا جدا. بس بصراحه ما كنتش بنزل الايام اللي فاتت، كانت ماما تعبانه فما كنتش عارفه ان انا انزل. فايه ان شاء الله الايام اللي جايه هنزل لكم. معلقه توم بقى كبيره، تكون فريش، توم فريش يا جماعه، تكوني لسه دقاه كده، لان صلصه الفته بتبقى محتاجه ايه الطشه بتاعتها، والتوم بتاعها بيكون كل حاجه كده فيها فريش. زي ما انتم شايفين التوم بيكون لسه دقاه مع السمنه، طبعا مش بتتعمل بزيت يا جماعه، سمنه او زبده، حلو كده. وبعدين تبداي ان انت تدي للثوم لون معاكي، حلو كده. وزي ما شفتوا بقى الطشه جميله بتاعت التوم بالخل، حطينا معلقتين صلصه، وبعدين هنا كنا عاملين صلصه كده في الفريزر، ماما طلعت كده كيسين وبعدين حطيناهم. هتسيبي بقى لغايه لما الصلصه تفك، وبعدين تبهري. طبعا تحطي البهارات اللي انت بتحبيها. احنا هنا هنحط فلفل اسود وكزبره وكمون وبابريكا ورشه كده صغيره ب7 بهارات والملح، بس كده. وما تنسيش طبعا رشه السكر، عشان ايه الحموضه والحاجات دي كلها، لان في توم وصلصه وحاجات زي كده، فلازم تحطي ايه رشه السكر. وبعدين هتسيبي التسبيكه بقى تتسبك. بس التسبيكه بتاعت الفته يا جماعه مش بتكون تقيله، بتكون خفيفه شويه، فما تسيبهاش تسبك اللي هو الايه لغايه اما تتقل يعني. بصي هنا خلاص اللحمه كانت داخله على السوا. آه بدأت بقى كده ان انا انقلها على نار هاديه كده زي ما انتم شايفين. وتعالوا بقى نعمل ايه الرز كده، يبقى احنا خلصنا الصلصه، وكمان اللحمه خلاص، يعني يا دوب فاضل لها اللي هو عقبال ما الرز نعمله تكون اللحمه خلصت. هتبدأي بقى تجيبي ايه معلقتين سمنه كده من بلدي، من اللي احنا جايبينها الحلوه القمر دي، وهحط شويه زيت صغيرين بس عشان الرز يكون مفلفل معاكي، حلو كده. ومعايا بقى مكعب مرقه، وممكن لو انت عايزه تحطي ورق لورا، انتوا عارفين ان انا بحب ورق اللورا في الرز الابيض، عايزه تحطي حبهان، عايزه تحطي اي حاجه حطي. لكن انا مرضتش بصراحه، لان احنا حاطين في الشوربه كل البهارات. وانتوا عارفين الفته بتبقى يعني بنطبقها على بعضيها، فكله هياخد من طعم بعضه. بس اهم حاجه وانت بتحطي مكعب المرقه تسيحيه كده الاول مع السمنه او الزيت او الزبده، عشان ما يكونش في كتل كده في الرز بتاعك، فاهميني؟ فلازم تسيحيه الاول في السمنه. وطبعا حطيت الملح، والرز بتاعي كنت غسلاه ومتصفي، فعايزه اقول لكم ما خدش دقيقتين معايا ولقيته ان هو نشف في الحله. ومعنى ان هو الرز بتاعك يكون نشف كده في الحله، ان هو ايه بيطلع معاكي مفلفل، فاهميني؟ لكن طول ما انت بتحطيه وبتحطي معاه كده ميه وتحطي الميه على طول بيطلع معجن شويه. فانا مش بحب خالص كده، انا بحب الاول اشوحه شويه في الحله عشان يطلع معاكي مفلفل وطعمه جميل. اهو زي ما انتم شايفين هنا بقى كنت بملى الميه جنبي برضو عشان تبقى كل حاجه كده متحضره. وقولي لي طبعا ايه رايكم في الفطار اللي احنا عملناه، اللي هو يوم الوقفه يعتبر، اللي هي بقى الصينيه اللي احنا عملناها بالكبده والقلب والكلاوي والسجق والكفته. عايزه اقول لكم طعمها كانت حلوه جدا جدا، وجربوها. بص بقى هنا هظبط الميه وهتظبط الملح، كانت لسه عايزه الرز كان عايز شويه ملح تاني، فحطيت له بقى احط له الملح واظبط الميه اهو زي ما انتم شايفين. بس واول بقى ما هيغلي طبعا انتوا عارفين توطوا عليه النار وتسيبوه يستوي بقى على نار هاديه. تعالوا بقى نعمل العيش بتاع الفتة. هنا كنت مولعة على فكرة الفرن، وهنا العيش البلدي طبعا بتقطعيه كده مكعبات صغيرة مع معلقتين سمنة كده بلدي حلوين، او لو عايزة تحطي زبدة حطي براحتك، بس مش بتحطي مثلا زيت، هو لا سمنة لا زبدة، حلو كده. وهتبهري العيش بتاعك ده بملح وفلفل وكمون، وهتحطي طبعا نص معلقة من الثوم، لان الفتة معروفة كل حاجة فيها توم. اهو زي ما انتم شايفين نص معلقه من الثوم وملح وفلفل وكمون، وتقلبهم كده كلهم في بعض. وبعدين تبداي ان انت ايه تحطيهم في الفرن يتحمصوا معاكي ويبقوا زي الفل. بصوا الشوربه يا جماعه كانت فظيعه، كانت جميله جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. بصوا تحفه قوي. هبدا بقى ان انا اطلعها كده في طبق جانبي. وعايزه اقول لكم دلوقتي هنعمل بقى حته حاجه مع اللحمه حلوه جدا جدا.
تعالوا نجيب صينية ونحط فيها معلقتين سمنة كده او معلقة سمنة كبيرة، وهنشوح كل اللحمة، يعني هنشوحها كلها. طبعا ممكن تخليها كلها متحمرة حلو، وممكن تعملي زي ما احنا هنعمل. تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه. طبعا هنا بنحط اللحمة كده كلها هنحمرها اهو زي ما انتم شايفين. طبعا الصلصة كانت خلصت والرز كان خلاص طلع، قصدي استوى، وكمان العيش كان طلع. وهنا اللحمة بقى بنحمرها، بص تاخد اللون الجلد ده المتحمر جميل جدا جدا. وهنا هتجيبي طاسة كده صغيرة، هتحطي فيها بتاع كام مكعب زبدة كبار كده، مع معلقة توم كبيرة عشان نعمل الطشة اللي هنعملها للفتة. هتحطي شوية فلفل اسود وشوية بابريكا حلو كده، وتشوحي التوم كويس جدا. طبعا اول ما ياخد اللون بقى الحلو ده خلاص. على فكرة ممكن تعملي بقى الفتة بطشة التوم دي بس، لان طبعا في اسكندرية وكده بيحبوا الفتة بطشة التوم بس، اللي هي التوم بالخل دي بس كده، هما بيستكفوا بدي. فطبعا ده بيكون اختياري. هنا بقى معايا بقية اللحمة، هبدأ احط عليها كبشتين من الصلصة. طبعا انا شلت نص اللحمة وده النص التاني. هتحطي كبشتين كده من الصلصة، وقلبي الصلصة مع اللحمة وسيبيهم كده يتشوحوا مع بعضيهم على نار هادية. وعايزة اقول لكم هتلاقوا بقى طعم لحمة خرافة. زي ما انتم شايفين الشوربة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. الماسورة طبعا بتدي طعم للشوربة حلوة جدا جدا. وده العيش بعد ما طلع كان متحمص وزي الفل. ماما بقى بدأت ان هي تحط عليه كده كبشة من الشوربة، وبعدين برضو من الصلصة، وتقلبي كله مع بعض. في ناس بتحب تحط رز وصلصة والكلام ده كله من تحت، بس احنا بصراحة لا، مش بنحب نحط الرز. احنا بنحط الرز طبقة واحدة، لكن العيش ده بنحط عليه شوربة وصلصة بس، مش بنحط عليه رز. الرز بيبقى من فوق الوش كده زي ما انتم شايفين اهو بسم الله ما شاء الله. هتبداي بقى تحطي كميه الرز بتاعتك وتساوي الصينيه. بصوا يا جماعه، طبعا ممكن تعملي اطباق من الفتة، لكن احنا بنحب كلنا ناكل في صينية واحدة كده. هي ماما معودانا على كده واحنا بنحب كده حلو. ودي كمان اللحمة بشوحها كده على النار، طبعا لذيذة قوي قوي قوي. وتعالوا كمان اوريكم سوا اللحمة، السوا بتاع اللحمة. بصوا بسم الله ما شاء الله مستوية وجميلة جدا جدا. بصوا شكلها يفتح النفس بجد والله. هنا بقى هتبدأي كده تجيبي الصينية بتاعتك القمر بعد ما سويتي الرز. هتبدأي بقى نحط في النص اللحمة اللي هي بالصلصة اللي احنا مشوحينها على النار بالصلصة اهو زي ما انتم شايفين. طبعا بقى بصوا عايزه اقول لكم كانت صينيه فته والله العظيم. طبعا انتوا شايفين اصلا طريقتها تحفه قوي وسهله، ما فيهاش اي حاجه يعني، بس هي طريقه حلوه وماما عاملاها بطريقه حلوه جدا جدا، وطعمها كان تحفه قوي. بعد ما حطينا اللحمه اللي احنا عملناها بالصلصه في النص، هنحط طبعا بقيه الصلصه فوقيها لان طعمها خطير قوي. بعدين تحطي بعد اللحمه تحطي كده ترشي صلصه حلو كده. طبعا انت ممكن بقى تعملي الشكل اللي انت بتحبيه والرصه اللي انت بتحبيها براحتك جدا. هنا ماما حطت اللحمه في النص، وبعدين هتحط الصلصه، وبعدين من على الحروف بتاعه الصينيه حطينا اللحمه اللي هي متحمره، طبعا عشان لو حد عايز لحمه متحمره بس ياكلها برضو حلو كده. حلو طبعا احنا لسه ما خلصناش، لسه هنشوف هنعمل ايه دلوقتي مع بعض تاني. ترصي كده اللحمه، بص الصينيه بسم الله ما شاء الله تحفه قوي قوي. هتبدأي بقى تجيبي الطشة اللي احنا عاملينها اللي هي التوم بالزبدة. بصوا انتوا لو بصيتوا للطاسة شوفوا كمية الزبدة، هي بصراحة الصينية اصلا مليانة دهون ومليانة سمنة، فهو ده بقى العيد. وبصوا اي حد عامل ريجيم مش ما ينفعش في العيد ده بصراحة. هتحطي كده على اللحمة بقى من التوم والخل اللي احنا عاملينه ده بالزبدة. بصوا يا جماعة جمال الصينية بجد تحفة قوي بسم الله ما شاء الله. طعمها كان جميل قوي يعني، او ترش كده على الصينيه كلها جميله قوي قوي. تعالوا بقى نشوفها بعد ما خلصت. بصوا شكلها عامل ازاي. قولوا لي بقى انتوا عملتوا الفته بطريقه ايه بالظبط، ولا في العادي زي بتاعتنا احنا؟ برضو ماما عاملاها والله طريقه سهله وسريعه جميله جدا، بس هي في كام تكايه كده عاملاها تحفه قوي اهو زي ما انتوا شايفين. الصينيه بسم الله ما شاء الله جميله جدا جدا
اهو غرفنا كمان صلصة، وحطينا كمان ترشي بقى كده مخلل يفتح النفس جنب صينية الفتة القمر دي. بصوا بقى قلبوا كده من تحت لفوق، هتلاقوا بقى الصلصة مع العيش اللي احنا محمصينه القمر ده. بصوا طعمها كان تحفة قوي. اللحمة عايزة اقول لكم بصوا مستوية ملبن، اقسم بالله جميلة جدا جدا ومستوية وقمر قوي في نفسها. بصوا حلوة قوي. طبعا انا خدت اللي ماما قطعتها بقى، انا مش قادره انا هاكل يعني هاكل. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك واشتركوا في القناه لو انت اول مره تشوفونا، واستنونا في فيديو جديد، وباي باي.